السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير. في بداية كلامي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جايلكوا بقى في فيديو جديد، روتين في اوضة الاطفال، بس روتين حلو قوي، يا رب ان شاء الله يعجبكم. عايزاكي كده بقى، لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان القناة بقى عايزاها تكبر كده. انتوا عارفين طبعا ان قناتي اتقفلت، القناة الاولانية اللي انا كنت يعني عملت فيها حاجات كتير الحمد لله اتقفلت. فعايزه بقى ايه، القناه دي عايزه اكبرها وعايزه ان انا احقق شروط، وان شاء الله احقق شروط معاكم. اول حاجه كده بقى دخلت اوضه الاطفال، شلت الشباك، شلت شباك الالومنتال، ورحت ايه، ابتديت ان انا اغسله. بصوا انا ان انا قلت ان انا انفضه او ان انا امسحه بحته ولا كده مش هينفع، لان هو كان مليان عليه تراب كتير. انا اصلا ما كنتش بخش الاوضه دي، ممكن ان انا اخش اروقها، ان انا ايه امسحها بس. لكن في بداية الشتاء دايما لازم ايه، ان انا ادخل في الاوضه اللي يعني اوضه النوم بتاعتي بننام فيها، اللي هي الاوضه جوه. لكن الاوض اللي بتبقى على الشارع دي بتبقى ساقعه، فالواحد ما بينامش فيها ولا كده. فطبيعي ببقى مروقاها وسايباها، فممكن يوسع عليا في الشباك ان انا ما اعملوش كل يوم، فبصوا التراب تراكم عليه جامد جدا. حتى لو مسحته فالتراب برضو ايه بيبقى متراكم في الجوانب او كده. وعندي شباك منهم، طبعا مش تقولش التراب ده كله عشان خاطر انا لا ما بنضفوش ولا كده، لا عندي شباك منهم. السرير ضغط يعني ايه، السرير طويل فما بعرفش ان انا افتح الشباك، ففي شباك منهم على طول مقفول، ما بعرفش افتحه خالص ان انا انضفه. ففي شباك بيبقى متنضف بان انا بنضفه كده، وشباك تاني لا ما بعرفش ان انا انضفه لان هو بيبقى مقفول. ممكن بقى مع التنظيفات اللي هي العميقة او تنظيفات العيد او كده، اروح جرة السرير وفاتحة الشباك وشايلاه واخداه في الحمام زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا اغسله، فبيبقى عليه تراب كتير جدا. فخلي برضو بالكم من المقاسات، لو انتوا مثلا بتعملوا يعني مثلا بتعملي اوضه ولا كده، خلي بالك من المقاسات بالذات في الشباك، لان انا اصطدمت لما جابوا لي الاوضه. اصطدمت ان الشباك كده مش هيتفتح، مع ان الاوضه معموله. هو اتلخبط في المقاسات فخلالي السرير طويل، فقفل لي الشباك خالص. فبرضه طبعا قدر الله ما شاء فعل، مش يعني ايه، اي عروسه بتعمل حاجتها ما تقفيش على اي حاجه، لان ايه خلاص مش مشكله. ما هو ما كانش هيعرف يعمل فيه حاجه، ان هو هيأثره هيعمل خلاص، والشباك كان اتعمل. فخلاص ايه قلت الحمد لله. ابتديت برضو زي ما انتم شايفين، جبت الفرشه وجبت الليفه يعني، وابتديت ان انا ايه اغسل بيها. الليفه اسبونشه ايا كان انتوا بتقولوها مش هتفرق. انا عايزه، انا بتكلم عادي وبتكلم بطبيعتي، انا بعرف الحمد لله ان انا اقول ليفه وبعرف اقول اسبونشه، مش هتفرق. هي كده انا بتكلم بالطبيعه عاديه، مش ملهاش لازمه يعني ان انا اقول اسبونشه، مش هتفرق، احنا بنقول عليها عادي ليفه. بس بقى يا جماعه ابتديت بقى ان انا اغسل عادي بالليفه كده زي ما انتم شايفين. وايه ابتديت ان انا ايه اشطفها بالميه واسيبها عشان تصفي ايه ميتها. لازم يصفي ميته جامد جدا علشان خاطر ما يبقاش ايه، السلك ما يصديش منك. يعني صفي ميته كويس. بعد ما رفعتها نزلتها تاني علشان حسيت ان الجوانب كده ما فيهاش الجوانب، ما كنتش غسلتها كويس. بصوا منظر الازاز دي الضرفه اللي انا بقول لكم عليها، ان هي اللي هي يعني مقفوله بالسرير، بظهر السرير، مقفوله بظهر السرير، فما كانش هينفع ان انا افتحها. بس ابتديت بقى كده بالليفه، وابتديت ادعك كده بالصابون. انا حطيت صابون وكلور وكلوريكس. آه كلوريكس ايه، صابون وكلور واسمه دوت واريال. وابتديت ادعك بقى يعني الشباك كان صراحه فل زي ما انتوا شايفين. بقى ابتديت كده برضو انزل التراب من عليه. بصوا قعدت انزل التراب من عليه، انزل برضو كان فيه تراب، بس بقى طبعا لما غسلته كده كل التراب نزل من عليه. بصوا صفوه برضو من هنا، لان فيه يعني انا الشباك عندي معرفش شبابيكوا ايه، بس اتدخلت من الميه جوه. فلما يعني ميلته، بصي لازم تميلين، لما ميلته ابتدت الميه ايه، ابتدت الميه تنزل، عشان ما تاخدوش بقى في الاوضه ولا كده يبهدل لك الاوضه الميه بالتراب دي. صراحه انا بقى كنت لابسه جلابيه او عبايه ايا كان يعني، حسيت الوضع بقى ايه مش نافع، انا عايزه حاجه ان انا اعرف اتعامل فيها. فدخلت بقى رحت لبست ايه، لبس عادي يعني بنطلون وكده. هنا طبعا اختي كنده ما كانتش سايباني طبعا. انتوا عارفين طبعا لما بتيجي تروقي ولا حاجه، بنتك ما بتسيبكيش ولا ابنك.
الاطفال يعني، بس عادي بتعامل ان انا اخليها تعمل معايا اي حاجه او الهيها في اي حاجه. بصوا هنا بقى جبت لكم، بصوا الشباك، بصوا منظر الشباك برضو. دي الضرفه اللي انا بقول لكم عليها. حطيت ميه بخل بكلوركس الوان، وابتديت ان انا احط، وجبت ودانه الودانه دي، الودانه، وابتديت ان انا افضي اي حاجه، ايه، اي تراب ملزوقه ولا كده. بس لازم ايه، الرشاشه دي او البتاع بتاعه الميه، علشان خاطر ايه، يعني اللي هو تلينيها زي ما بيقولوا. وابتديت ارش اهو زي ما انتم شايفين، وايه، واطلع برضو بالحته، ارش واطلع بالحته. برضو رحت قلت خلاص، لما رشيت وطلعت بالحته قلت بقى ايه، اجيب برضو المقشه. جبت برضو المقشه، وعند التكييف برضو ايه، رحت رميت التراب بتاعه في الشارع، بالمقشه اللي هي بتاعت الجاروف. رميت التراب بتاعه في الشارع. وبرضو ايه، مسحت التكييف. برضو الرشاشه دي على طول تعمليها في ايدك، تحطي فيها كلور بميه بحبه خل، علشان خاطر تلمع وتعقم برضو ايه مع بعض. وابتديت برضو ايه، الجوانب اللي هي الصغيره دي اعملها، بقيت امسحها. وهنا كنت بمسح التكييف. وابتديت بقى، بس الجدار بتاع الالمونتال برضو، آه بيبقى فيه حتت كده اللي هي ايه، بنحط فيها الظرف بتاعه الالومنتال. برضو ايه، عايزه برضو تتعمل تتنضف. رحت برضو ايه، نضفتها. مسكت بقى الشباك ده خليته فله. كنت صراحه برضو كنت عايزه اعمله. كل لما اجي اقول هعمله، اجي اقول هعمله، يحصل اي حاجه وما عملوش. فصراحه فرحت يعني ايه لما عملته. جبت بقى، خلصت بقى الشباك. قلت بعد ما خلصت الشباك كده خلص، اطلع ايه بالمره اجيب الستاير. فجبت السلم، وابتديت ايه، افك الستاير علشان خاطر تتغسل. انا عايزه اقول لكم ان الاوضه بالظبط اتعملت معايا في يومين يا جماعه. الفيديو معايا عندكم هنا طبعا جاي في 14 دقيقه، لا انا اتعملت معايا في يومين. انا طبعا مش الهيرو اللي جاي اقول لكم لا لا، عادي، احنا كلنا ممكن يجي علينا اوقات كسل. انا ساعات كتير بكسل، وساعات كتير ما بقدرش اعمل حاجه، فعادي جدا مش مشكله. بس ممكن ما يعديش يومي غير وانا عامله حاجه، يعني اللي هو ايه، حاجه ايه، اخلصها من عليا، حاجه ان شاء الله لو حاجه صغيره، هغسل ستاره، هغسل شباك، مفيش اي مشكله. نزلت الستاير ورحت حطيتها بقى في الغساله. وهنا برضو ركبت، كنت برضو ركبت خلاص الدرف. بصوا كنت وانا بركب الدرف طلعت عيني صراحه، فقلت هتاخد مني بقى وقت طويل وكده. فرحت قلت خلاص انا هركبها معايا. فخلي بالكم انتوا بس ايه بتركبوها برضو، هي بتشيل بسهوله وتركب بسهوله. بس ايه، ممكن واحد بقى يروح وانتي بتركبيها فراح تنزل، يعني تنزل معاكي الضرفه، فيحصل ايه، عدم يعمل عندك فراغ كده. فخلي بالك بس ايه وانتي بتركبيها. بس جبت طبعا بقى ايه، قلت امسك بقى السراير كده، غير ملايات السرير. تمام. وايه، وشلت اي تراب كان على السرير كده برضو ايه شلته. قلت اخد الغسيل ده برضو ايه احطه في الغساله، عشان ايه، خلاص شغلت غسالة الاطفال اللي انا قايله لكم عليها. تمام. غسلت الاطفال طبعا، لو محدش برضه استفرج يعني على الفيديو كده، غسلت الاطفال عندي دي يا جماعه بحبها جدا. بتلمي معايا كل الغسيل، وبتنضف لي برضو ايه الغسيل. ابتديت بقى الم. وكنت برضو ايه مروقه الدولاب، بس برضو ما جبتلكوش قطعه الدولاب. شغلت الغساله اهو، حطيت الاريال تمام والكلور، عشان هشغل ايه، هحط الستاير. بصي حطيت الستاره البيضه الاول في الغساله. يعني بصوا الغساله دي ممكن تاخد عايز الستاره، وبتاخد معايا الستاره كمان الكبيره. ورجعت تاني برضو قلت ايه اكمل بقية السرير، ونفضته كده. وايه، قلت برضو السرير ده طبعا عشان برضو فيه ببص من وراه كده، قلت ايه اكنس برضو من وراه بالمره، طالما ايه اصلا انا زقيته، علشان خاطر ايه، الشباك. قلت بقى لمع، طول ما انا كده شغاله ايه، شغاله لمع. بصراحه جايه ازقه ما عرفتش. فقلت ايه، اجيب زقيته شويه، وقفت الكاميرا ورحت كملت بقيه الزق. ورحت جبت بقى المقشه، وكان وراه تراب، كان وراه تراب يا جماعه. وعارفين انتوا يعني عامل زي الشعر كده، مش عارفه. برضو ايه، قلت برضو عشان خاطر ورا السرير ما يبقاش فيه اي حاجه. ابتديت اكنس ورا السرير كده زي ما انتوا شايفين. ورحت ايه، قلت اجيب الناحيه التانية، بقيت ازق واروح اجيب كل جنب من الجوانب، بقيت ازق واروح ايه اجيب. ورحت زقيت السرير ده بقى طبعا عندي، عشان كنت حاطه يعني حاطه فيه حاجات طبعا من جهازي وكده. فايه،
فكان تقيل قوي عليا. بس ورجعت بقى كده السرير زي ما انتوا شايفين مكانه. كنت بقى هنا بقى الستاير كانت خلصت برضه. بحط، بصوا بقى يا جماعه، هي خلاص اتغسلت في غسالة الاطفال، في الغسالة بتاعة الاطفال. راح راجع حطها في غسالة، في الغسالة التانية اللي هي الفول اوتوماتيك دي، ولا راجع احطها فيها، وايه، اشطف واعصر فيها، بشطف واعصر ايه فيها، علشان خاطر انا اصلا الستاير عندي ما بعلقهاش، يعني مش ما بعلقهاش، ما بنشرهاش. هي لا عادي، العصارة بتطلعها لي اللي هي ناشفة، فبنشرها على طول. حطيت طبعا الدبابيس فيها، وجبت برضو السلم، وقلت ايه اعلقها عشان اخلص منها. انا بحب، انا من طبعي يعني بحب اخلص من الحاجات الكبيرة، اللي هو الشباك اخلص منه، الستارة اخلص منها كده يعني. بص، حد هيقولي طب ليه ما تحطيش الستارة اللي فوق وتحطي الستارة يعني الستارة اللي هي الخفيفة في الاول، بعد كده تحطوا الستارة التانية. بصوا يا جماعة، انا بحط الستارة التقيلة تحت علشان خاطر النور. انا عندي اصلا حتى الشباك بتاعي مش اللي هو فامي او كده، عشان ان انا ايه يعني هيدخلني نور. فعشان كده انا حسيت ان الستارة التقيلة هي اللي هتتحط احسن. ده كان تاني يوم بقى. تاني يوم ابتديت ان انا اعمل الايه، الحيطان. البتاعة بتاعة الحيطان دي يا جماعة حلوة قوي، مساحة الحيطان دي جميلة قوي. جبت برضو كولريكس الوان، طالما مش عندك اللي يعني، طالما انت عندك ده لون اللي هو البينك، فرحت انا ايه هحط ايه، هحط عليه آه آه يعني بينك والرمادي، فمش هينفع ان انا احط كولريكس ابيض. طبعا بصوا يا جماعة، بص، آه الحاجات دي الدبل فيس بجد، حاولوا ان انتوا متحطوش دبل فيس تاني في الحيطة. انا ان شاء الله هحاول برضو ان انا اطلعه، بس ايه، ما كانش في وقت ان انا اطلعه. فابتدي، لو نرجع تاني معلش، لو انتي هتغسلي حيطه بيضه، حطي كلور ابيض يعني هيبقى حلو. وبقى بايه، مسكت برضو التكييف بالمره، وابتديت ادعكه كده، ولو في اي تراب علشان خاطر ايه ما يبقاش فيه ايه تراب. بس قلت برضو اكنس كده عشان خاطر ايه، الم يعني الم ايه، كان فيها طبعا حاجات بقى واقعه وزباله وتراب، مكان ما جبته من ورا الستاير، من ورا السراير، فقلت ايه الملم منهم. بس وجبت بقى ايه، برضو الحته دي كان فيها حب كلوركس الوان، تمام. قلت عشان المع السرير، وعندي القطعه اللي في الظهر بتاعت السرير دي بيضه، فلو فيها اي حاجه ولا كده يعني متوسخه او كده، كلوركس الوان هيشيلها لي. وابتديت بقى ايه، احط الملايه، افرش بقى ايه كده زي ما انتم شايفين الملايه. ورحت برضو فرشت، جبت الدفايه ورحت فرشتها. حطوا بقى لايك، ها متنسونيش باللايك. جيت هنا برضو ايه، رحت شلت المفرش بتاع المكتب، ورحت حطيت مفرش تاني، ورحت ايه مسحتها. والسرير التاني برضو يا جماعة عملته. بصوا، بصوا شايفين بقى منظر الأوضة عاملة ازاي، حلوة جدا. كنست طبعا الارض ومسحتها، برضو مرضتش اجيبها معاكم، مش عايزة الفيديو يطول وتملوا مني. لو انتوا برضو عايزين تشوفوا الحاجة بالتفاصيل قولولي. بصوا بقى، هنا ده السجاد بتاعي اللي اتجوزت بيه عادي جدا. وهنا الدولاب، مش هنقول لكم ان انا كمان عملت دولاب كنده، دولاب كنده، كنده هانم اللي بتعشق التصوير، فايه نستحملها مع بعضينا. ايه كنت ايه شغاله تقولي صوريني صوريني مع دولابي، صورتها. هنا كده زي ما اوريكم ده السجاد. وهنا بقى الحفاظات اللي انا قلت لكم عليها، القماش، حفاظات القماش اللي انا بجيبها برضو فرشتها. فانا برضو بصوا، عايزاك تقولوا لي اني احسن، اسيب السجاد كده عادي، ولا لا احط عليه الحفاظات دي. بس هنا الحفاظات كنت بتقعد عليها. باي باي.